اللي عارفني وبيسمع الفيديوهات اللي بتنزل هيعرف ويتأكد ان الأكلة دي اكتر أكلة محببة لقلبي. فتعالوا نعملها النهاردة مع بعض. بس قبل ما نبتدي، لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب علشان يوصلك كل فيديو جديد بينزل، وكمان لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير. يلا بينا. في البداية كده أنا بطلت أحمر البطاطس في زيت، نهيتها تماما من الوجود. فبعمل إيه؟ يا إما بستخدم الإير فراير، ومؤخرا بقيت بستخدم الفرن. بحط صينية بدهنها زيت من تحت، وبحط عليها البطاطس بتاعتي بفردها بالشكل ده، رشة زيت على البطاطس من فوق، ولو مفيش السبراي ده فتقدري تحطي معلقة كبيرة من الزيت وتقلبيهم وتفرديهم. دخليها الفرن على درجة حرارة عالية وكل شوية تقلبيها. وعلى النار بقى معايا حطيت الشياطة وغسلت البتنجانية بتاعتي ونشفتها وحطيتها علشان تتشوي. معايا هنا بقى الزيت ساخن كويس جدا، نزلت البتنجان بقطعه وبحط عليه رشة ملح وبسيبه في مصفى علشان ينزل اي مية فيه، وبروح بقليه بالشكل ده. بعد ما بقليه هقول لكم هنعمل فيه ايه. ولما بياخد لون من تحت ببتدي اقلبه على الناحية التانية، واهم حاجة بعد ما بياخد لون من جميع الاتجاهات فوق وتحت كده بطلعه على مصفى او على شبكة، وعلشان لو في اي زيوت تانية تنزل معانا في المصفى. هنا بقى البتنجانة بتاعتي بفضل اقلبها كده لحد ما تتشوي كلها، وبطلع البتنجان بتاعي على شبكة زي ما قلتلكوا. بحط شبكة كده وبحط تحتها طبق او سرفيز يعني، وبتنزل اي زيوت زيادة. بعد ما بخلص البتنجان كله بحط الفلفل بتاعي. الفلفل الاخضر ده بغسله وبنشفه وبعمل فيه فتحة من تحت كده بالسكينة، بدخل السكينة كده وبعمل فتحة صغيرة علشان ما يفرقعش معايا ويخرب الدنيا في الزيت. بحمره وبطلعه برضو على مصفى وبحط عليه رشة ملح. تعالوا بقى في الحلة معايا معلقتين كبار كده من الزيت، حطيت عليهم معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وحطيت عليه ملح وكزبرة. قلبي بقى وشوحي في التومة بتاعتك لحد ما تاخد لون بالشكل ده. بتنزلي عليها بعصير طماطم او بصلصة زي ما تحبي وزي ما متوفر عندك. انا نزلت بصلصة عليها مية، وحطيت عليها التوابل فلفل اسود وكزبرة وكمون وملح، وكمان رشة السكر مهمة جدا علشان الصلصة او علشان عصير الطماطم. قلبي بقى وهزود حبة مية، حسيت ان الصوص تقيل معايا فزودت حبة مية تاني صغيرين علشان زي ما بقولكوا انا مستخدمة صلصة. وهغطي، هقلب واغطي واسيبها علشان تتسبك. نرجع بقى للبتنجان المشوي. بعد ما اتشوت وقشرتها بالشكل ده هحطها بقى واحط عليها معلقه كده صغيره من الثوم المفروم، يعني 4-5 فصوص ثوم كده، مع قرن فلفل سخن حراق، مع قرن فلفل بارد او حته يعني من الفلفل البارد. تقدري تستغني عن اي نوع فيهم لو انت عايزاه مشطشط قوي او عايزاه بارد قوي، يعني زي ما انت تحبي وعلى حسب ذوقك. انا حطيت حته من الفلفل الرومي البارد، وكمان حطيت قرن فلفل سخن مع الثوم والبتنجان بقى، وقطعيهم كده وهرسيهم مع بعض كويس جدا. تقدري تعملي الخطوة دي بالمعلقة عادي او بالشوكة، بس انا بحب اعملهم كده مع بعض على البورد، فبيبقوا واخدين طعم من بعض كده جميل جدا. وصلنا للشكل ده هحطهم بقى في الطبق، ومعايا ملح ومعايا فلفل اسود او فلفل ابيض ومعايا كزبرة وكمون، يعني كل التوابل اللي بحطها في البتنجان عموما ملح فلفل اسود كزبرة وكمون، ده الاساسي معايا. حطيت بقى عصير ليمونة، والليمون ده بيدي طعم حلو جدا للبابا غنوج. جربوا بقى البابا غنوج بالطريقة دي من غير طحينة وهتشوفي طعمه عامل ازاي. طعمه حلو جدا، انا بحبه اكتر من اللي بطحينة كمان. وهنا بقى الصلصة بتاعتنا كانت اتسبكت، فهنزل عليها بالبتنجان اللي قليناه مع بعض من شوية، وبغطسه كده من تحت، بدوس عليه كده علشان يدخل في الصلصة، وتقليبة كده وبسيبهم يسخنوا مع بعض او ياخدوا غلوة بسيطة، وبطفي عليهم وبغرف الاكل بتاعنا جاهز. زي ما انت شايفة البطاطس طلعت من الفرن، وكمان الفلفل والمسقعة والبتنجان المشوي والخضرة، وكمان اللفت. عايزه اقول لكم اللفت ده انا عاملاه في البيت، فلو عايزين طريقته شجعوني علشان انزلها لكم. والبتنجان سبت حبه كمان مقليين بالعيش بقى، واكله من الاخر. كل سنه وانتم طيبين، واتمنى الفيديو بتاعنا يكون عجبكم النهارده، واستنوني في فيديوهات جايه كتير. وما تنسونيش في اللايك والشير وكومنتاتكم اللي بتشجعني. اشوفكم المره الجايه في حاجه جديده نتعلمها سوا. باي باي.